السلام عليكم حبايبي الحلوين، الطلبة وطالبات الثانوية العامة. كل سنة وانتم طيبين يا قلب بابا يا غاليين. بص حبايبي انا سمعت النهاردة، ويا ريت الخبر يكون يعني حقيقي. انا سمعت النهاردة ان وزارة التربية والتعليم اعلنت منح كافة الطلبة ماشي الدرجة كاملة في 3 أسئلة في مادة الفيزياء. تقريبا هم ممكن يكونوا الأسئلة الغامضة أو اللي فيهم غلطات مطبعية. تمام يا حبايبي، او الاسئله اللي في مستوى نيوتن او اينشتاين او دياولو، يعني مش حبايبي. ثانيا حبايبي يعني بس ما تقولوش ان انا سربت الامتحان. ماشي يا غاليين. بص حبايبي، هقول لكم دلوقتي 3 اسئله جايين ان شاء الله في امتحان اللغه الانجليزيه بكره. ماشي يا قلبي. رقم واحد، طبعا ملحوظة لازم تكون مهمة جدا عشان برضو ما تتفاجئوش ولا حاجة. هتلاقي الورقة لونها أبيض والطباعة لونها أسود، ومش هتلاقي ولا كلمة مكتوبة باللغة العربية. تمام حبايبي؟ طيب. ثانيا هتركز قوي على حرف، ذاكر الحرف ده النهارده قوي. ذاكر حرف الاس. حرف ايه؟ الاس. والاس دوت بيبقى عامل زي التعبان، عامل زي ايه؟ التعبان. مش حبايبي؟ وركز كمان يا حبايبي على حرف الدي. حرف ايه؟ الدي. حرف ايه؟ الدي. مش حبايبي؟ فهمتوها كده؟ يا ريت محدش يقول ان مستر احمد جلال سرب الامتحان. ماشي يا قلبي. وانا والله العظيم، والله يا حبيبي، على المستوى الشخصي اتمنى ان انتوا ان شاء الله باذن الواحد القهار كلكم ان شاء الله تخرجوا بكره مبسوطين ومفرفشين والدنيا اخر روقان. ماشي. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، اللجنه 3 ساعات. حتى لو كل الطلبة خرجوا بعد نص الوقت أو بعد ساعتين، ساعتين ونص، ماشي، طالب ولا طالب عايز يقعد في اللجنة لوحده يكمل ال3 ساعات من حقه. مش من حق أي ملاحظ إن هو يخرج الطالب أو أي طالب أو طالبة من اللجنة قبل ال3 ساعات كاملة. مش حبايبي؟ يلا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معلش حبايبي عطلتكم معايا. السلام عليكم.